نفسك تعملي بيتزا ومش قادرة لا تعجني ولا تخبزي ولا توجعي قلبك بالعجينة والفرد والشغلانة دهيت، هنعمل مع بعض بيتزا من غير اي عجن ولا اي خبز ولا اي حاجة خالص، بطريقة سهلة جدا زي بتاعة الفطاطري اللي هي بتتباع الفطيرة بالشيء الفلاني. عندك لفة جلاش، هاتيها وتعالي مع بعض نشوف هنعمل الفطيرة اللي هي البيتزا ازاي. مش هنعمل بقى اللي هو الجلاش العادي خالص، هو نفس الطريقة بس هنعمله بطريقة البيتزا. عندنا لفة جلاش، عندنا طماطم وزيتون وفلفل، عندنا كوباية لبن، عندنا بيضاية، عندنا سمنة على زيت. احطهم اهو ونحطهم يعني يسيحوا شوية، يعني يتسخنوا كده اهوت عشان يبقوا سايحين، عشان لما نيجي اهو معلقتين كده او ربع كوبايه زيت صغيره وعليهم معلقه سمنه او زبده كبيره، وهنمشي مع بعض خطوه بخطوه. عندنا هنا اللحمه اهي بتتعصج، تقدري بقى تحشيها سجق، جبن، يعني الجلاش بسطرمه، لانشون، الطريقه اللي انت عايزاها. تقدري تحطي عليها جبنه موتزاريلا او جبنه رومي. ماشي، انا اللي عندي لحمه مفرومه فهعملها جلاش بس بطريقه البيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعنا بصلايه عشان نعمل العصاق، حطيت حبه زيت كده اهوت، معلقه زيت ومعلقه زبده. هحط اللحمه بقى يتعصجوا مع بعض. بعد كده عندنا لفه الجلاش وهنمشي مع بعض خطوه بخطوه. اللحمه اهي بتتعصج، حط بس حبه ملح وفلفل. وهنا حاجات اللي هي هتتحط على البيتزا، زيتون وطماطم مقطعه وفلفل الوان اهو، او فلفل حامي او فلفل اخضر اللي موجود عندك. هنا عندنا كوبايه لبن وبيضايه. حطيت معلقه السمنه، هسيحها بقى شويه كده، يعني ما اخليهاش حاميه قوي عشان برضو تبقى نعرف نستخدمها. اللحمه اتعصجت، هحط عليها بقى الزيتون والفلفل والطماطم، اي حاجه بقى تانية انت عايزه تحطيها، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، اي حاجه براحتك خالص. وهنا عندنا اهو لفه الجلاش، عندنا الزيت على السمنه، عندنا الصينيه هنا هندهنها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هندهن الصينيه وناخد ورقتين ورقتين، نحط ورقتين ورقتين وندهن، ورقتين ورقتين وندهن لغايه ما ناخد نص كميه لفه الجلاش. وبعد كده نحط الخليط بتاعنا ده، وبعد كده برضو ورقتين ورقتين وندهن، ونمشي مع بعض خطوه بخطوه. راح احط ورقتين وادهن ونرجع تاني. حطيت ورقتين، نبتدي ندهن عشان يبقى مورق وما يلزقش مننا وتبقى عجينه. فلازم الجلاش ان هو يدهن كده علشان يبقى حلو كده ومورق. فردنا نص لفه الجلاش، تقريبا 6 جلاشات، تقريبا 2 2 2. فانت طبعا بتعدي بقى ممكن يكون يعني 8، الله اعلم، لفه الجلاش يعني حسب وزنها. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده ونفرد. شايفين يا جماعه المنظر؟ بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال، والزيتون يعني بيدي تيست جميل جدا. نفرد بقى وبرده ونحط ورقتين وندهن، ورقتين وندهن لغايه ما نخلص الكميه. بس انا هنا خلصت لفه الجلاش خلاص اهو، واخر حبه سمنه برده حطيتهم على الوش. بعد كده هقطعه، تقطعيه بقى مثلثات مربعات يعني حسب ذوقك وزي ما انت عايزه. وهنا اهوت كوبايه اللبن والبضايه، احط عليها حبه فلفل اسود، شعره فلفل اسود صغيره. وهنا انا فوضت حبه من الخلطه ازوق بيهم يعني البيتزايه من فوق تدي منظر. تقدري تحطي برضو جبنه موتزاريلا، تقدري تحطي جبنه رومي، تقدري تحطي اي حاجه، جبنه بيضه، المتاح عندك. بس خلاص اهو قطعنا وراح حطينا عليها يعني كده التزيين. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم هنسقيها بقى اللبن والبيض اللي ضربناهم مع بعض. حطينا شعره فلفل اسود. هنسخن الفرن على 180، لازم يتسخن طبعا الاول الفرن، او اما تيجي تخبزي اي حاجه لازم بيتسخن الاول على 180 كده، قيمه ربع ساعه كده ولا حاجه. ونشوف لو اتحمرت من تحت وما اتحمرتش من فوق هنفتح الشوايه. شايفين بقى الجمال والروعه؟ بسم الله ما شاء الله.
حاجه كده فاخر من الاخر، ولا تتعبي نفسك ولا تعجني ولا توجعي دماغك ولا اي حاجه. البيتزا بتتباع عند الفطاطري بالشيء الفلاني، هنعملها في البيت باقل التكاليف خالص، يعني بحاجه لا تذكر.